لا يزال الكلام في وثاقك ما لم تتكلم أو تنطق به، فإذا نطقت به صرت في وثاقه، يعني تبعاتك وتتحملها. الآن كثير من المثقفين الجدد إلا متيهين الدرب، هذول كلش يعني رايحين، يتكلم ولا يقبل أن تكون هنالك تبعات لكلامه، ويفعل ولا يرضى أن تنتقد تبعات أفعاله. ما يقبل. يعني جيت تقول له هذا خطأ، يقول لك ليش أنت تقول لي خطأ؟ عجيب والله. هذا خطأ بحسب منهاج السماء ومنهاج النبي ومنهاج أهل البيت عليهم السلام، ونحن ندين لهم بالطاعة، وإحنا نتبعهم ونتأسى بهم. لا تفكر أنت تتكلم كلام بينك وبين نفسك وأجي أحاسبك عليه، بينك وبين أهلك وأجي، لا راحتك. مثلا أحدهم يقول أنا لا ألعن أعداء أهل البيت حتى في بيتي، ما ألعن، لا من ظلم الزهراء ولا من ظلم الحسن ولا من ظلم الحسين ولا من اعتدى على أمير المؤمنين ولا من قتل أهل البيت، كلهم ما ألعن، ومعلم أهلي على هذا. ما علينا يعني براحتك. لكن من تطلع على فضائية وتقول أنا أجرم وأحرم اللعن، نقول لك لعنك الله. يقول لك الآن انت حلت عليك اللعنة ووجب أن يرد عليك. أنت مو بيتك، أنت مو تتوشوش ويا عيالك، تتكلم يا زوجتك يا أولادك يا محيطك الخاص، ما لي شغل بيك. لكن الكلام عندما يحسب، خصوصا إن كانت زين لك صفة في التشيع، حتى لو كذبا، حتى لو زورا، ولابس عمامة أهل البيت عليهم السلام ومتزيي بزيهم، يجب علينا أن نرد عليه. هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت قلت منكرا وادعيت ما ليس لك ونسبت للتشيع ما ليس فيه. مو بس هذا، لا، كل إنسان كلكم راع. أنت تارة تقول أنا ما لي شغل بالناس، ما لي شغل، هذا مات، هذا قتل، هذا تفجر، هذا اعتدي عليه، العقيدة تجاوز هذا عليها، ما لي شغل، ما عليه، ما علينا بيه. لكن من تطلع مثلا الآن شوف في خضم هاي الأحداث اللي نعيش، وإذا مصادر المعلومة صارت يعني مشوشة، لأنه تصدى حتى الأذناب ليضعوا بصمتهم ورأيهم، حتى الأذناب وحتى الجهال لما يعيرون لهاي الظروف الصعبة اللي نعيشها أي اهتمام. ما عنده حس بالمسؤولية. هذا كل واحد الآن يضغط على التسجيل بالواتساب وبغيره، وأنا رأيي، يقول أنا عندي رأي. زين الواحد اللي عنده رأي غير عنده إلمام. أنا أشوف وأنا أقترح، وبعض الأحيان هاي ما لها تأثير، ما عليه. لكن أكو ناس يسببون البلبلة في المجتمع.
أولا يظهرون للآخرين أن إحنا جبناء، ثم يدخلون الرعب في قلوب الناس. يا جماعة التفتوا ترى اكو داعش منا، يا جماعة التفتوا اكو ارهابي منا، اكو سيارة يلاحقوا، دون ان يتأكد من مصدر الحدث. وانت ما تعرف، اسأل من يعرف. ولا تنشر شيء حتى لو كان صحيحا إن كان يثير الرعب في قلوب المؤمنين. أنت منهي حتى عن النظرة إلى وجه المؤمن ترعبه، منهي، ما يجوز لك. فكيف تبث مثل هاي الأخبار الخطيرة جدا، أو تتصرف تصرفات تنم عن جهل وعدم إحساس بما يحدث، وكأنك غريب عن هذه البلد. كل واحد يلتفت لما يقول ولما يفعل، وإلا فالرد عليه واجب. طول السنة عندنا ما شاء الله من الأحداث تحدث، والمهرجانات ما لهم شغل بها، وبيوت علية القوم وكبارهم تنثر فيها موائد الإسراف والتبذير، مو موائد مفتوحة. انت تنتقد موائد الحسين، روحي فداه، موائد الحسين مفتوحة، موائد الحسين يأكل منها الغني والفقير، لأنه مضيف للحسين. وأنا أعتقد وعندي رأي صائب أن ربط الناس بيوم الحسين عليه السلام يختلف أشكال عديدة، إلى من ضمنها المضيف. هذا المضيف باب من أبواب ربط النفس المؤمنة بالحسين عليه السلام. طوال العشرة هو يأكل من مائدة الحسين. انت عفت كل حاجة. شوف، ترك ذيك الأموال التي تهدر في هاي المهرجانات الفاسدة، لما تراعي أصلا، ما تراعي الشرع ولا حتى عرف البلد. هي باسم عرف البلد وتاريخ البلد وحضارة البلد، ولكنها لا تراعي الشرع ولا تراعي حتى أعراف البلد ولا أخلاق البلد. يعني من أخلاق البلد أن يجتمع النساء والرجال في مكان واحد، وأن يخرجن النساء بشكل متبرج بصفتها كادر أو بصفتها زائرة. هذه كلها ما له شغل بها، ما ينتقل. ولا تعزف قيثارته إلا على أنصار الحسين وأحباب الحسين. ما يعزف إلا هنا. واحد وقف سيارته غلط وجور من الشاف، هذا أثبت سهما في قلب الحسين. منين هذه؟ ولو نفرض أنها ظاهرة، هل هي ظاهرة تستدعي أن يقال فيها هذا؟ هذا إن كانت ظاهرة. احنا ما نشوف إلا كل حضارية عند أحباب الحسين وزوار الحسين والباكين على الحسين، ذولا طالعين يعزون رسول الله ويحيون يوم الحسين، وانت قاعد تثبط عزائهم. انا انتقد ظاهرة. منين ظاهرة صار؟ منين؟ ده كذب.
انت شغلك تشوه فقط، كل عام ما عندك إلا هاي المظاهر التي نرى أنها إحياء ليوم الحسين ولأمر أهل البيت. وتزعج قلوب المؤمنين. أنت من يثبت السهم في قلوب أهل البيت؟ يا أخي سوي لك شيء يهرق الدمع على الحسين، يذكر بيوم الحسين، يحيي أمر أهل البيت. اسم أمير المؤمنين ما تقبل وينقال في مهرجانات. اسم علي تأنفون من ذكره في هذه الأماكن، وهو حق. هاي أماكن مليئة بمخالفات شرعية ما يذكر فيها. إذن ما يعتقده الإنسان يظهر على فلتات لسانه. فلتات اللسان هذه وما يقول بعض الأحيان مو فلتات، منهاج يمشون عليه، ثقافة يعيشوها تنم عن مرض في قلوبهم وبعد عن أهل البيت عليهم السلام. وين هم وين يوم الحسين؟ وين هم وين ذولاك الذين عاشوا الحسين بكل ما يملكون؟ حسين احتل كل خلاياهم، حسين ينبض في قلوبهم.